المجلس الحالي اللهم لك الحمد يعني كلنا على قلب رجل واحد، كلنا متفاهمين، قدرنا نقسم ما بيننا العمل، في تنسيق ما بيننا في كل امور الخاصه بالعمل اللي موجود في النادي. طبعا على مستوى الانشطه من نادي المنيا الرياضي من الانديه العريقه سواء كانت في كره القدم او بعض الالعاب. طبعا عندنا كره اليد الحمد لله قدرنا ان احنا نصعد للدوري الممتاز، نفس الكلام كره الطايره قدرنا ان احنا نستحدث مجموعه من الالعاب زي الملاكمه وزي دخلنا الكونغ فو المسابقات المنافسات الاتحاد، المصارعه، الاسكواش وهكذا. يعني في مجموعه الالعاب قدرنا ان احنا الحمد لله يبقى لينا صداره، ده بالاضافه لمجموعه الانجازات الخاصه الجانب الاستثماري في النادي. يعني قدرنا نخش كذا مزاد لكنتاكي سابقا وهو كمل في بعض المحلات اللي فعلا انهت فتره التعاقد وقدرنا ان احنا نعمل عليها مزاد، ودي يمكن انعشت خزينه النادي، وقدرنا على اساسها برضو ان احنا نعمل مجموعه من التجديدات زي ما شفتوا البانوراما الخاصه بالباب الغربي ببعض التحديثات زي البوابات الالكترونيه، ودي هتحل مشاكل كبيره جدا. يمكن هو يوم ختامي النهارده لانشطه عام كامل لانجازات مجلس الاداره بالكامل من 1/9/2015. النهارده في افتتاح حمام السباحه، في افتتاح بانوراما لمدخل النادي، عندنا حديقه اطفال مجانيه تكلفت حوالي 100,000 جنيه، عندنا كمان النهارده تكريم الانشطه الخاصه ببعض انشطه النادي والدورات الرمضانيه، عندنا تكريم لبعض يعني اخترنا كده بعض المميزين عندنا في النادي من الجهاز الاداري من الامن من الاداريين، تم تكريمهم كده بتكريم رمزي بالاضافه لتكريم مادي بسيط عرفانا من مجلس الاداره ان الناس دي اشتغلت واجتهدت في النادي، فكان لمسه بسيطه من مجلس الاداره لتكريمهم النهارده في وجود معالي الوزير محافظ المنيا. حقيقه انا لو شاهدت المجلس الاداره تبقى شهادتي مجروحه، لان مجلس الاداره ده معين عن طريق الجهه الاداريه، لكن الكل يشهد مش انا اللي هشهد بالانجازات اللي حققها مجلس اداره نادي المنيا الرياضي خلال ال10 اشهر اللي هو موجود فيها من تاريخ تعيينهم لقرار المهندس خالد عبد العزيز في 1/9/2015 لغايه النهارده. العديد والعديد من الانجازات سواء كانت على المستوى الرياضي او على المستوى الاجتماعي لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه او على المستوى الاستثماري وماليه النادي. حاجات كتيره جدا جدا مش هنقدر نحصوها، هم يا دوب عملوها في كتيب عشان يحددوا ايه اللي اتعمل خلال ال10 اشهر دي، من بوابات الكترونيه لاول مره بتحصل في انديه الصعيد. طبعا التطورات اللي شملت النادي حاجه جميله جدا، وكلنا يعني بنشهد للاداره واعضاء الاداره في الحمام في النادي ناس متفوقين جدا على كفاءه عاليه، واحنا فرحانين جدا بالتطور ده. والله مجلس الاداره بسم الله ما شاء الله عليه من ساعه ما جينا وافتتحنا الحمام في تطور كل يوم بعد اليوم الثاني، يعني بنلاقي في تطور مثلا في حمام السباحه وفي قطاع الكوره برضو، في حاجات برضو بنلاحظها جوه النادي نفسه، يعني في الجناين وفي شغل كويس حلو بسم الله ما شاء الله. نتمنى لهم التوفيق على طول كده، ويا رب كده في تقدم وفي جديد باذن الله. بصراحه هو النادي طبعا اتغير، حصل فيه تطور كبير جدا من ساعه خلال الموسم ده بالذات. حصل تغيير في انشاء حمام السباحه، ما كانش فيه حمام سباحه هنا. طبعا الجناين اتطورت، الملاعب كلها حصل فيها نظافه اكتر، جوده اعلى، اللعيبه نفسهم بقى فيه اقبال اكبر، كله حابب انه ينزل ويلعب سواء هنا او في اي رياضه تانية خلال النادي. وان شاء الله في تطور زياده من ناحيه الامن في النادي، ناحيه النادي نفسه هيدخل اعلى، هيدخل مسابقات اعلى، يعني هيبقى فيه ان شاء الله تقدم تاني كبير.